الاهلي يفوز بالثلاثيه. الاهلي مش عايز يرحمنا ولا يرحم الفرق ولا حتى يرحم نفسه. النهارده النادي الاهلي يقسو على حرس الحدود بثلاثيه نظيفه عن طريق النيران الصديقه وعبد القادر وطاهر محمد طاهر. النادي الاهلي ما زال يفوز، النادي الاهلي ما زال يقترب من البطولة اقرب رويدا. ايه يا عم، مش ناوي تخسر بقى ولا ايه يا راجل؟ ده ريال وبرشلونة بيخسروا، انت عندك السيتي اقوى فريق في العالم دلوقتي خسر. مش عيب انك تخسر، مش عيب والله. انت لحد دلوقتي ما خسرتش ولا ماتش يا راجل. ده انت لاعب 11 الفرق من سابقاك ب 10 مباريات وانت لسه الاول. اتقي الله يا اخي. اغزل العين، اغزل العين. هخلي الفرق على فكره. احب بس اوصل رساله لكل لاعبي النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي، ان الفريق لما بيفوز بفرق نقاط عالي ما بيبقاش فيها متعه، ما بيبقاش فيها متعه خالص كده. انما انت لما تكسب بفرق نقطتين 3 نقطه الكلام ده، الفرحه بتبقى مش سايعاك. انما اللعيبه طب انا هحتفل في المباراه ولا في كل مباراه احتفل؟ ولا انت مبسوط من ان كل مباراه يتعمل لك ممر شرف واللعيبه تقف كده وتفضل تعمل كده؟ اخسر كده ماتش ماتشين يعني، اخسر العين يا عم. وبعدين انت مش ناقص، انت كده كده عامه انت كده كده فايز بالدوري، فما تجيش بقى ايه الدوري اللي لا هزيمه والكلام ده. احترمنا شويه، احترمنا شويه. احنا بسببك الناس بقت تقل مننا بره. احترم نفسك يعني. رسالة قبل ما انهي الفيديو، انا يعني هو الماتش النهارده مش محتاج يعني. ده النهارده اللعيبة مش عايز تتعب. لعيبة الاهلي، لعيبة حرس الحدود النهارده، يعني مدافع حرس الحدود النهارده ما نعرفش كان ايه اللي في دماغه. الحارس طالع، طب هو اكيد شايف الحارس لان كده كده كان وجهه في وجه المرمى، فاكيد كان عارف وشايف الجول. ايه اللي انت عملته ده يا راجل؟ شوطها في اي حته، طلعها ركنيه. انما اخدت اصعب قرار في حياتك، انت جريت الكره قدامك وما لحقتهاش حتى. يعني هو الفرق اصلا كده كده بتجيب له الاجوان. انا مش عارف بصراحه الفريق اول مره انا عارف الفريق دوري لا هزيمه عن ارسنال، فاز بالدوري لا دوري لا هزيمه، بس برضه يعني كان بيتعب، الفرقه بتتعبه. انما النادي الاهلي اللعيبه ما بتعرقش، اللعبة ما بتلحقش تعرق اصلا، وهوب الفريق اللي يجيب جون في نفسه واللي يدوم ضربة جزاء واللي يدفعه يكون بايظ. النهارده بأقل مجهود النادي الأهلي يفوز بنتيجة 3 لا شيء في مباراة استعراضية للعيبة النادي الأهلي. حابب بس أقول لإخواتي وحبايبي الشويطة إن أنا كنتش عارف أقول النهارده في الفيديو، لأن أنا كان نفسي أشوف أخطاء، نفسي أشوف هجمات، نفسي اشوف ماتش حلو. انما انا اشوف ماتش من طرف واحد وكل اللي بيعمله ده اي حد عايز يعمل مهاره بيعمل، واللي بينزل ده الاقي مضيع كور عليا النعمه. لو انا اجيب منهم 2 3. اتمنى اخوات الشويطه يكون الفيديو عجبكم، بس انا عارف ان شاء الله يعجبكم. بس انت بس ما تبخلش عليا يعني، انت مش هتخسر حاجه. انت تدوس اشتراك لو قبل الاشتراك تقوم داس لايك ده سهل جدا كده اهو، فاهمني؟ وتدوس اشتراك. بعد ما تدوس اشتراك بقى الخطوه الاخيره انك تفعل الجرس عشان هيوصلك بقى كل جديد انا بعمله، وان شاء الله الفيديوهات هتعجبك. بس الاهم من ده كله تنزل تحت في خانه التعليقات تقول لي ايه رايك في المباراه، وقول لي انت شايف النادي الاهلي ماشي على الخطئ الصح ولا لا. بس هو كده كده ماشي على الخطئ الصح عشان اكون صريح معاك يعني. بس احنا دينا بندردش مع بعض في اي حاجه يعني. لو عايز تسالني في اي حاجه في التعليقات اسال. يلا بقى شوية، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.